الساعة الآن 5:30 صباحا بتوقيت كينيا. يلا نعمل سفاري في الغابة وفلوج 5 يوم في كينيا. السفاري لازم نصحى من بدري عشان نلحق بقى استيقاظ الحيوانات مع شروق الشمس. تعالوا بقى شوفوا معايا المنظر ده. بجد صوت الهدوء مع الطبيعة مع الحيوانات عامل دماغ. أنا نفسي أعيش بقية حياتي في المنظر ده بس. ومن أوائل الحيوانات اللي قابلناها كانت ضبع واسمه السبوتد هايينا، ودي كانت أم والبيبي بتاعها. بعد كده دخلنا على ملك الغابة بذات نفسه. هلو سيمبا. انا مهما وصفت مش هعرف اوصف لكم شعوري في اللحظه دي. يعني حرفيا دي كانت من اهم واحلى اللحظات في حياتي كلها اللي هفضل فاكراها باقي العمر. وانا ينفع بسبس لهم؟ بصوا بيتاوب ازاي ملك الغابه. طبعا كده كده المفروض بيبقى في مساحه كبيره ما بيننا وما بين الحيوان، فمفروض ان اصواتنا مش بتزعجهم قوي يعني. بيسنن ايده حبيبي زي القطط. ايوه زي القطط. الزبرة بقى يا جماعة والغزلان هما ما كانش فيه اكتر منهم. عارفين المثل بتاع الحمير بتاكل في النجيلة لا النجيلة بتخلص ولا الحمير بتشبع؟ هو ده بالظبط اللي كان بيحصل. ابو زعرورتين ده قلوبي يا ناس. بيبي بومبا. جت اللحظة المنتظرة. احنا كنا من الناس المحظوظين اللي شفنا هانتنج على الحقيقة، لان مش كل الناس اللي بيعملوا سفاري بيبقى حظهم حلو ان هم يشوفوا هانتنج بيحصل في نفس اليوم. يا سبحانك يا رب. دي كانت ماما تشيتا واولادها الاربعة، كانوا ماشيين عادي جدا لغاية ما الام لمحت غزالة بعيدة. وشوفوا بقى عملت ايه. تجري. في اللحظة دي انتوا مش متخيلين العربيات كلها كانت بتتسابق ازاي علشان يلحقوا اللقطة دي. هي ماسكاها من رقبتها بقالها كتير. جايين عشان ياكلوا بقى. هياخدوها بقى. بصي بعد ما ماتت كلهم جم بقى. فاكرين مفاسا لما كان بيقول لسيمبا هي دي دايرة الحياة؟ اهو بالظبط كده. القطقوط الكبير بقى اللي نفسي احضنه ده هو الليبرد. لا ده مش نفس الشيتا اللي عملت الهانتنج. سبحان الله طلع ان كل فصيله ليها نقشه مختلفه. انا كنت فاكره ان كلهم نفس الكائن باسماء مختلفه. المهم يا جماعه السفاري ما يكفيهاش 3 دقايق ريل نهائي، عشان كده بقى عملت لكم فلوج على اليوتيوب بتفاصيل اليوم كلها. وحقيقه اتمنى ان انا اكون قدرت انقل لكم ولو 1% من الاحساس اللي حسيته في الرحله دي من اولها لاخرها. انتي كده خالص.